العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إصابة 17 مواطن بفيروس كورونا اليوم. تنظيم المهرجان 21 للإريتريين المقيمين في أستراليا. إريتريا وجمهورية المالديف تقيم علاقة دبلوماسية. الرئيس الصيني يتعهد بزيادة الواردات من دول وسط وشرق أوروبا. الاتحاد الأوروبي يصف روسيا بعديمة الرحمة ويتوعد بعقوبات. ومحاولات إنقاذ عشرات العالقين في نفق جراء انهيار جليدي بالهند. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، نستهلها بهذا الإعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 10 فبراير في مراكز العزل في إقليمي عنسبة والقشبركة إصابة 17 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 15 إصابة من بين الإصابات 17 في إقليم القشبركة، منها 5 في منطقة أديبرا ومثلها 5 في منطقة علي قدر و2 في بلدة قلوج، وكذلك 2 في عاصمة الإقليم مدينة بارنتو، وإصابة واحدة في منطقة قرقف، فيما كانت الإصابتان في مدينة كرن حاضرة عنسبة. في غضون ذلك شفي 43 مصاب كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات، منهم 25 في الإقليم الأوسط و14 في القشبركة و4 في عنسبة. وبهذا بلغت جملة الإصابات بكورونا في البلاد حتى اليوم 2418 إصابة، شفي منها 2824 ووفاة 7، ولا يزال 587 مريض كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 10 فبراير 2021. احتفل الإريتريون المقيمون في أستراليا بتنظيم مهرجانهم السنوي 21 بحفاوة كبيرة، وقد شهدت فعالياته إلقاء كلمات تناولت الأوضاع الراهنة في البلاد ومنطقة القرن الأفريقي. لمزيد من التفاصيل نتابع في سياق التقرير التالي بصوت الزميل أمير عثمان. نظم في 6 فبراير الجاري المهرجان 21 للإريتريين المقيمين في أستراليا بمدينة ميلبورن عبر مشاركة محدودة، أخذا في الاعتبار التعليمات الصادرة للوقاية من فيروس كوفيد-19. وأفادت المعلومات الواردة بأن المهرجان الذي شهد فقرات وبرامج أشركت كافة الفئات العمرية تضمنت كلمات حول الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة، وكذلك تحديات فيروس كورونا والتصدي القوي الذي أبداه الشعب والحكومة الإريترية، بالإضافة إلى رقصات تراثية. وألقى قنصل إريتريا العام في أستراليا ونيوزيلند السيد محري تخصت كلمة للحضور ذكر فيها التأثير السلبي لفيروس كورونا في عام 2020 في كافة مجالات الحياة، مشيدا بتصدي الشعب الإريتري في الداخل والخارج، قائلا أن مشاركة الإريتريين في أستراليا في هذا التصدي الناجح بالإسهام بأكثر من 200 ألف دولار يدعو للفخر والاعتزاز. وهنأ السيد محري الشعب الإريتري وقوات الدفاع الإريترية الباسلة بمناسبة الذكرى 31 لعملية فنقل التاريخية التي سوف يحتفل بها هذا الأسبوع. وفي التوضيح المسهب الذي قدمه وزير الخارجية السيد عثمان صالح عبر تقنية الفيديو الافتراضي، أشار فيه إلى أن الدور الكبير الذي تقوم به مساهمة الإريتريين في أستراليا بالوقوف إلى جانب شعبهم وحكومتهم. وقال أن الجهود المبذولة لتوريث أبنائكم الثقافة والهوية الوطنية تستحق الإشادة والتقدير. وفيما يتعلق بالتوضيح الذي استعرض فيه معالي الوزير عثمان صالح الأوضاع الراهنة للعالم والمنطقة، ذكر فيه أن كل مرحلة تحتوي على فرص وتحديات، موضحا بأن رسالة المرحلة الحالية لكافة المواطنين هي رفع الوعي وتأكيد الجاهزية لتحقيق إنجازات مذهلة، إدراكا لثقافة نضال الشعب الإريتري المعهودة
في إفشال التحديات بالتصدي القوي واستغلال الفرص جيدا. أقامت دولة إريتريا وجمهورية المالديف اليوم 10 من فبراير علاقة دبلوماسية رسمية، وقد توصلتا الدولتان إلى هذا الاتفاق في المراسم التي جرت في مكتب بعثة جمهورية المالديف الكائن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. ووقعت على الوثيقة من جانب إريتريا مندوبة إريتريا في الأمم المتحدة السفيرة صوفيا تسفاماريام، فيما وقعت عليها من جانب جمهورية المالديف مندوبة الدولة السفيرة تلميذة حسين. وزعت وزارة الزراعة حوالي 32 ألف فراخ ل 2236 أسرة محتاجة ترعاها المرأة في مديريات إقليم شمال البحر الأحمر، وكذلك غذاء كامل للفراخ بهدف المساهمة في الجهود الجارية لتحسين الاقتصاد المعيشي لتلك الأسر. وأوضح مسؤول الثروة الحيوانية في الإقليم السيد دانيال التكي أن الهدف من البرنامج هو ضمان التغذية السليمة للأسر وتنمية الدخل الاقتصادي لتلك الأسر. وذكر السيد دانيال بأن اختيار تلك الأسر عبر الإدارة ساعد في إنجاز البرنامج، فيما قدمت دورات مهنية تأهيلية وتدريبية قبل توزيع الفراخ لمساعدة الأسر في كيفية التغذية والرعاية الجيدة للفراخ. ونشد السيد دانيال الأسر لضرورة بذل الجهود بإبداء الرعاية والعناية الجيدة لتغيير حياتهن المعيشية وتقديم الإداريين والجهات المعنية الدعم اللازم لهن. وأوضحت الأسر المستفيدة من البرنامج بعد تقديم الشكر للدعم المقدم من وزارة الزراعة، أوضحت أن الدجاج لها أهمية اقتصادية كبيرة في حال وجدت الرعاية الجيدة والتغذية السليمة، مؤكدات بتحقيق الهدف المنشود عن طريق الرعاية الجيدة للفراخ الموزع لهن. دعا المهنيون الزراعيون القيام بأنشطة مدروسة ومنظمة للتشجير، خاصة أنشطة التشجير الفردي. وأوضح مسؤول مشتل مندفر السيد والدو جبر كريستوس أن المشتل يقوم سنويا بإعداد أكثر من 14 نوعا من شتول الأشجار، ويقدم في موسم الخريف للمؤسسات الحكومية ودور العبادة والأفراد، لكن نمو الشتول ليس بالمستوى المأمول لعدم رعايتها بالطريقة المطلوبة. وأشار إلى نجاح شتول الأشجار التي يزرعها المزارعون من ربوع النحل والمشجرون نتيجة العناية الجيدة التي يقدمون لها. وقال إن شتول الأشجار ستقدم مستقبلا بعد القيام بدراسات للتربة والموقع لتحقيق فعالية أكبر والعمل بالتعاون مع الجهات الإدارية. قالت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية فرو السيدة فاطمة عثمان إن الجهود الجارية لرفع قدرات المرأة ظلت تحقق نتائج مرضية، وأوضحت القيام بأنشطة توعية مكثفة لمحاربة العادات الضارة بالمرأة وتعزيز مشاركتها في كل جوانب الحياة، مشيرة إلى زوال العادات الضارة مثل الختان وزواج القاصرات وغيرها. وأكدت منح الاتحاد الأولوية لتمكين المرأة، وقد تم تأهيل حوالي 220 امرأة مهنيا وتقديم ماكينات الخياطة ل40 امرأة، إضافة إلى تقديم الدواب ل157 امرأة راعية للأسر. وأشارت إلى تقديم الدعم اللازم لتشجيع ورفع مشاركة المرأة في التعليم لأعلى المستويات. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده تعتزم استيراد بضائع تزيد قيمتها على 170 مليار دولار من دول وسط وشرق أوروبا على مدار الأعوام الخمسة القادمة، ومضاعفة مشترياتها من المنتجات الزراعية. وأثناء رئاسته قمة افتراضية بين الصين و17 دولة في وسط وشرق أوروبا من بينها 12 دولة أعضاء بالاتحاد الأوروبي، عرض شي أيضا التعاون في تقديم لقاحات مضادة لفيروس كورونا للمجموعة.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا عن شي قوله إن التجارة بين الصين ودول الوسط وشرق أوروبا نمت بنحو 85% على مدار الأعوام التسعة الماضية. وفي 2019 أعلن الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم منافسا نظاميا، ويعتزم أن يعلن الأسبوع القادم عن سياسة مستقبلية للتجارة تهدف إلى إنفاذ القواعد العالمية وضمان وصول متكافئ إلى الأسواق. حذر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي موسكو من أنها قد تواجه عقوبات جديدة بسبب سجن معارض الكرملين أليكسي نافالني، واصفا حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها عديمة الرحمة. وأضاف بوريل في كلمة تعد الأشد انتقادا من الاتحاد الأوروبي لموسكو منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014 أن زيارته إلى موسكو عززت رؤيته بأن روسيا ترغب في الانفصال عن أوروبا وتفريق الغرب. وأضاف بوريل سيكون على الدول الأعضاء أن تقرر الخطوة التالية التي قد تشمل عقوبات. وتشير تصريحات بوريل إلى تشدد موقف الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا مورد أوروبا الكبير للطاقة بعد سنوات من السعي لتحسين العلاقات على الرغم من العقوبات الغربية التي فرضت عليها في 2014. تتواصل عمليات الإنقاذ في شمال الهند في محاولة لإنقاذ عشرات الأشخاص العالقين في نفق سدته أطنان من الأنقاض بعد فيضان مدمر نسب إلى انهيار جليدي في الهيمالايا وأوقع 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 165 مفقودا. وبعد يومين على الكارثة التي نسبت إلى انهيار جليدي بسبب الاحتباس الحراري، تتواصل أعمال البحث عن ناجين في هذا الوادي المنكوب في ولاية أوتاراخاند الواقعة على الحدود بين الهند والتبت. ودمرت الفيضانات جسورا وطرقات وغمرت محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية. ويشارك المئات من رجال الإنقاذ في العمليات في كل أنحاء الولاية بمساعدة مروحيات مجهزة بكاميرات عالية التقنية وكذلك كلاب بوليسية. ومعظم المفقودين هم عمال في محطتين لتوليد الكهرباء في تابوفان، بينهم أكثر من 30 شخصا لا يزالون عالقين في نفق يبلغ طوله 2.7 كيلومتر وبات مسدودا بالوحول والأنقاض التي حملتها مياه الفيضانات المدمرة والتي بلغ ارتفاعها 20 مترا. الخبر الأخير في هذه النشرة: قال القائمون على رعاية الراهبة الفرنسية أندريه أكبر معمر في أوروبا أنها تعافت من مرض كوفيد-19 وستحتفل بعيد ميلادها 117 هذا الأسبوع. وتأكدت إصابة لوسيل راندون بفيروس كورونا يوم 16 يناير في مكان إقامتها بدار لرعاية المسنين في مدينة تولون بجنوب فرنسا، وتم عزلها عن المقيمين الآخرين لكنها لم تظهر عليها أي أعراض. وأكد ديفيد تافيلا المحدث باسم دار سانت كاترين لابوري للمسنين أنها بخير وهي مطمئنة للغاية وتطلع للاحتفال بعيد ميلادها 117. وأردف قائلا إن الأخت أندريه وهي كفيفة لكنها مفعمة بالحيوية ستحتفل بعيد ميلادها مع عدد من المقيمين بالدار أقل من المعتاد، وذلك بسبب خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا. مشاهدينا، هكذا انتهت النشرة. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.